تخيل مدينة كاملة واقفة تتفرج، لهيب عالي، نار مشتعلة، صوت خشب بيتكسر، الكل مستني يشوف شاب صغير اتحكم عليه بالموت. طب ايه جريمته؟ انه قال كلمة حق. كان شاب مختلف، مش ماشي ورا الناس ولا بيقلد اللي قبله. شاف قوم واقفين قدام أصنام من حجر بيطلبوا منها رزق وبيستنوا منها النفع والضرر. سألهم بهدوء: هي بتسمعكم؟ طب بترد عليكم؟ سكتوا، لكن الغضب زاد. وفي يوم العيد لما المدينة كلها خرجت، دخل المكان اللي فيه الأصنام، كسرهم كلهم وساب الكبير بس. رجعوا اتصدموا وسألوه: انت اللي عملت كده؟ قال بهدوء وذكاء: طب ما تسألوا الكبير ده، مش يمكن يرد عليكم؟ هنا عرفوا انه بيهز معتقداتهم مش بس أصنامهم. قرروا يعاقبوه عقاب يخوف أي حد يفكر يقلده. جمعوا حطب لمدة أيام وأشعلوا نار ما شافوش زيها قبل كده. النار كانت أقوى من إن أي حد يقرب منها، فربطوه وقذفوه فيها من بعيد. في اللحظة دي ما صرخش، ما انهارش، ما قالش غير كلمة واحدة بس: حسبي الله ونعم الوكيل. الناس واقفة مستنية تشوف جسمه هو بيتحرق، لكن اللي حصل كان مستحيل. النار فقدت حرارتها. ربنا سبحانه وتعالى قال لها: كوني بردا وسلاما. خرج منها سليم، ثابت، وأقوى من قبل كده. الإيمان الحقيقي مش كلام يتقال في الأمان. الإيمان بيظهر لما الدنيا كلها تبقى ضدك، لما تتمسك بالحق حتى لو كنت لوحدك. ربنا وحده هو اللي بيسندك. المعجزة مش إن النار تطفي، المعجزة إن قلبك ما يخافش. يمكن النار كانت اختبار، بس الثبات كان الانتصار. ودلوقتي مين النبي اللي وقف قدام قومه لوحده وكسر الأصنام واترمى في نار عظيمة، فأمرها ربنا إنها تكون بردا وسلاما؟ فكر كويس، الإجابة مش بس اسم النبي، الإجابة درس لكل واحد فينا. وأشوفكم مع حكاية جديدة يمكن تغير نظرتك للصبر والدعاء.